الفانتازيا الكبيرة بقى انه سعادته في سنتين براتب ال20,000 اللي كان بياخده ده ولا اللي كان بيحلم ياخده، بقى عنده عربية رانج روفر وعنده بيت اللي هو الشقة اللي اشتراها دي كلها. كل الكلام ده كله في سنتين. سعادتك مفيش الكلام ده، يعني الفانتازيا اللي بتخرجنا من الواقع اللي احنا عايشينه. بس مش معنى الكلام اللي انا بقوله ان انت مبقاش عندك طموح وان انت تشتغل وان انت مكافح، لا يا باشا، خليك كل الكلام ده كله، بس خليك فاهم الناس دي بتفكر ازاي. الدايرة دي مغلقة من الاول، ما بتدخلهاش بكفاءة، بتدخلها بمال، تدخلها بعلاقات او الاتنين مع بعض. فالمسلسل جايب حد من بره الدايرة دي عشان خاطر يبين للناس ان الدايرة دي موجودة. في حاجة تانية المسلسل مش بيقولها صح. الناس دي مش بتكره فخر ولا بتحب فخر، الناس دي عندها علاقة واحدة بس مع فخر، هي البيزنس. في فايدة من فخر، قشطة هيتحمله. مفيش فايدة هيقول يا بخت زي ما عملوا كده، مع ألف سلامة، باي باي. وعلى فكرة النظام ده موجود في كل مكان، مش عندنا احنا بس، يعني موجود عندك مثلا في أمريكا مسمينه اولد بويز نتورك، وفي اليابان بيسموه كيريتسو، مجموعة شركات مترابطة بالمصاهرة وحاجات زي كده.